كثير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إنه الكلام ده خطير لياته درجة، وإن الحساب فيه قدر شنو الدقيق عند الله عز وجل. في صنفين من الناس. الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشه عامل زي شنو، وهو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. هيجي يقول لك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفا. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد الكلام ده، ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين. رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ. الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء، تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ. منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها، يقوم يقول لك أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ، وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.